ها خالي شلونهم؟ لا احد يقول لي شنو هاي، ما عليك انت. مجوهرات خضير ابو السيم، لسنا الوحيدين لكننا الاكثر سيما. قبل كم يوم انتشر فيديو بخصوص مجوهرات خضير الخفاج. شو هذا؟ شنو هذا؟ سيم موجود بيها سيم، وهاي صارت بيها الحاله. راح اسمعكم اغنيه مالتي او مو الاغنيه او الراب مالتي على خضير الخفاجي او انسى. عندكم سيم 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 سيم، عندكم سيم يسمون الحداد لحيم كوسر حديد مال بناء، ما احتاج ذهب الحديد كل زين على البشرة. كافي لحد. وهاي الاغنيه خليتها لانه شفت هذا الفيديو، بس قبل اشوف الفيديو اشوفكم الفضيحه صارت لك عيني. لك صار الحديد بيسيم، الحديد بيسيم شنو؟ الذهب بيسيم. اشوفك صار شو هذا؟ شنو هذا؟ سيم. سيم شنو؟ سيم مو ذهب. عليه الأخ ما حكي. مو مشكلة. شلون مو مشكلة؟ هو ايش قد سعرها هسه؟ نعطيك اياها ماكو مشكلة. يلا ماكو اشكال، نطمطمها بيناتنا، نعطيك كم فلس يا صارت. يلا ما يخالف غطوا يا اخوان. مثل ما شفتوا البنيه والحاله هاي صارت بيا مثل ما قلت لكم قبل شوي، او مو بيا باهلي. البنيه مشتريه ذهب خالص، ذهب طلع مغشوش داخله سي. والصياغه العراقيه اكثر شيء صار بها هذا الغش، خلون بداخل الذهب سي او حديد او اي شيء موجود غير الذهب. طبعا صارت بينا هاي الحاله نفس الشيء، ومشتري ذهب صار لها سنين ومرات تبيعها ورا كم سنه، اللي هي قبل كم يوم يكسرون الذهب حتى يشوفون شنو بداخله، وطلع بداخله سيم. وعبالهم احنا قاعد نغشهم، بس بعدين قلنا لهم شلون نغشكم، شلون نخلي سيم عندنا الات احنا؟ قالوا لنا ذهب مغشوش. طلعنا الحديد وبعناه وطلعنا خساره، بس ما طلعنا خساره لان كنا نشتري الذهب من كان رخيص. يا اخي احنا ما نخسر. خضيره بالسيم حبيبي، خضير يعني هسه انت من تبيع سيم، يعني ليش تفتح محل بالمنصور؟ يا حبيبي ليش تفتح محل بالمنصور؟ يعني انت من تبيع سيم ليش تفتح محل مال ذهب؟ بيع سيم عادي، ما بيع شيء يعني اي واحد ترى يبيع سيم يعني عادي، يعني فتح لك انشائيه وبيع سيم. يا اخوان انتوا ليش قاعد تحكون عليه؟ والله يعني فد انسان فقير. يعني انا ذاك اليوم اخذت منه رولتين سيم من قاعد ببيتنا، يا اخي سيم يخبل ما ينقطع ابد، والله العظيم يخبل، بس الفلوس تريح الاعصاب. اما على السيم تلقى يمه خضير الخفاجي. جيبه اخوان الغش صار يضحك، والله يضحك يعني الغش بكل شيء صار، حتى بالمي صار غش. مي عادي يبيعوا لك ويقول لك مي زمزم، بكل شيء صار غش. انت كلبتي صيره عدله رحمه دينك، هاي بها قصه ما عليكم. اصفر بويا اصفر، دوخ ومل وحير واحتار بزمانك. انا مدحدح وحق عن ذنابي طالب انصيك بيمه. هو انتم من جبتوا هذا انا عيست منكم فدنوب وصدقت. حتى اذا انت طلعت وقلت لا هو كل الذهب يجي بنص حديد وما، حتى من صارت صدقت بالبنيه. حتى لو كذا، حتى لو انت الصدق هم صدقت بالبنيه. من جبتوا هذا؟ دوخ ولا تحتار. يم خضير ابو السيم تلقى الاختيار، دوخ ولا تحتار. خضير ابو السيم بالانتظار، يعني السيم العراقي الاصيل، يعني بالبناء ما تحتار تروح لخضير الخفاجي. والله قاعد اتصل عليه بس الساعه 5 الفجر، شو اتصل اقول له بيش مثقال السيم؟ يا اخوان والله اذا اروح له اذا طلب له اقول له بيش مثقال السيم، بس خاف يقتلوني. بس خاله بيسيم لو بدون انت خاف متوهمه خاله، لان انت جاي تشترين سيم يعني هوايه. هاي يعني يجوز يعطيك ترى لما تروس السيم، يعني محل تعطي قد فلوس تشترين سيم هوايه. يجوز البنيه على تجاره ما بيك، يجوز المرأة على تجاره قاعد تاجر بالسيم. فلوس عندي كوما. فلوس السيم يسمون الحداد. يا اخوان والله العظيم هذا المحل سقط. هو طبعا ما حد ما يشتري عنده، بس الغشيم او اللي مصدق انه هذا الذهب يجي بنصه حديد، لان هذا الذهب يجي بنصه سبرينك فقط. هذا السوار اللي هو ماركه شيفاني ما اعرف شو اسمه، هذا السوار يجي ينطبق. هذا السوار يجي ينطبق اللي هو يكون هيك شكله مثل هاي الصوره، هذا يجي فقط المسافه اللي بين هاي وهاي، يعني هاي وهاي من تنطبق المسافه اللي بينها تجي سبرينك. والسبرينك يكون هالقدوته، يكون كلش صغير يعني هيك هاي قدوته، لانه حياخذ وزن. وطبعا من يبيعوه ينقصون غرامات، لان موجود بالشركه من تبيع لك اياه تقول لك كم غرام هذا السبرينك، يجي كلش خفيف كلش، يعني من ينقص حتى ما ينقص يمكن 10,000 دينار. هو ضايفين له سيم مغشوش غاشين الذهب هذا، مثل ما صارت الحاله ويانا غاشين واضح. يعني حتى لا يخلي مو يخلي هالقد، يعني هذا السيم وزنه اكثر من الذهب كله. السوار مشتريته كله البدايه، هي مشتري السوار ما بيش كم غرام، النوبه تخيل هالقد صار، يعني واضح عليه شوفت النفس يمشي وكانه ميدان ابوه. والاوضح انه من قلت لها يلا ماكو اشكال هسه رجعت الفلوس، واضح مبين يعني 56 ابو التريشه نصب واحتيال. يا احلى متابعين مجوهرات خضير الخفاجي، كلكم يمكن البارحه شفتوا الهجمه الشرسه صارت على المحل والمجوهرات. بس ملاحظ على الانشائيه مو
جوهرات يا اخوان. انشائيه خضيره بالسيم كلش ممتازه، يعني من تشتري من عندهم سيم يعني ما يغشون والله، يعطوك السيم ما بيها شيء، حتى يعطوك اياه ذهب شويه. يا هسه تحسبون الذهب تحسبون السيم اذا اشتروا عندكم. وبالاخير نقول لكم لا تشترون ذهب اصلا، والله حاليا لا تشترون ذهب، لان هم قاعد يصير مخشوش، وهم تصاعدات الاسعار، وهم السالفه مبعرت، ويعني هو شغلات والله يعني لا تاخذ الا من انسان تقبي، وهو يعني الولد حرام، يعني هو الذهب شو تسوي بيه يا اخي؟ ايش تسوي بيه والله؟ شو تسوي يعني قاعد تشتري ذهب؟ الولد محرمي عليه، اذا تشتري لازم تعطي عليه فلوس، هاي شو يسموها؟ نسيت شو يسموها، بس هو يعني بالدين الاسلامي انت تشتري ذهب اذا يظل عندك لازم تعطي عليه فلوس، وما يصير تحتفظ به هوايه، ويقول لك اكو ناس بنار جهنم تلة شعبيه وما اعرف. لا تشتري يا اخي، لا تشتري ذهب، تشلبت ايش بيك؟ اشتري فضه، اشتري بلاتين، اشتري الماس، لا انشب لا تشتري الماس شيء يعني احنا اشتري ايش؟ لا تشتري ذهب، شنو الذهب؟ هو يعني والله تعجب عن النسوان يشتري الذهب، ليش تشتري ذهب؟ ليش؟ والله هو شنو هو يعني هو حديد، وخاصه هو خارج بيسيم ايش بقى؟ هو والله يعني والله شوف الذهب انه يعني حاله حال الحديد، حديد اذا انجرت بدل لو تبدله مليون مره هم تطلع فلوس الذهب، يعني اشتري سوارها بال 3000 بال5 بال10 بال25، اشتري سوار ذهب، شو تسوون بيه؟ شو تسوون بيه؟ يا امي شو تسوون بيه؟ وهذا الفيديو وصل لامي اقرب الناس لي، كل يوم يحكوا وياها سنه والله العظيم، يا امي شو تسوون بالذهب؟ يعني لا شلون؟ انا اروح بعرس ويشوفوني شو يقولوا علي ما عندنا فلوس؟ امي شعري انا ذا عذروا وذا ما حكوا وذا ما حكوا، احنا شعري انا ايش راح يضر؟ هسه من حكوا وقالوا لا شلون ما عندهم فلوس هذا وذا ما حكوا، يعني ايش خسرت انت صار بيك تاذيتي، صار بيك شيء، تفضتي بفلوسك وفلوسك تقدري تشتغليها بغير شغله ويصير عندك فلوس اكثر، فانت حتى تاجرين حصين احسن من عندهم، حتى هذول لابسين ذهبكم شلون يقولوا مرت فلان ما عندها ذهب؟ شلون؟ لا لازم خلخال وسوارات 6 ومن هنا 2 هذاني شو يسموهن؟ ملاوي، وهذا الهيك اللي يخلوه هنا، وقلادها الكبرها، وتراكي 5 10 هيك ذانها بعد توقع، وشلون؟ طبعا ايش راح تستفادين امي؟ ترى هذا ذهب، هو ذهب يعني حاله هاي هسه شنو هاي نفس الشيء، ترى هو هذا معدن وذاك معدن، هو اثنيناتهم معادن والله، يعني حتى الالماس والله الالماس شكله حلو ما تقدر تقارن، هم الشذر نفس الشيء تقريبا، يعني صحيح يروح لونه وهيك بس تبادل شنو يعني، ما قاعد استوعب عليكم يا اخوان، انتم عقلكم شبيه؟ والله اللي يشتري الذهب عمود التجاره او يضمن للمستقبل وهاي السوالف، هو طبعا ما تستفاد شيء، لان بعد 200 سنه ما راح شويه يسعد، لا تشتروا كميات هائله، واذا عندك كميات هائله شو تسوي تضمن؟ شو تروح تسوي لك مشروع ونشر. ننصحكم نصيحه لوجه الله، حتى بعدين مو يطلع خضيره بالسيم ثاني، يطلع واحد ثاني بالسيم والنوبه تنبعر. هذا الذهب ايش بيكم؟ شو كلكم طلعتوا منه ادم جبن، وهذا خضيره خفاجي، وذاك ايش اسمه هذا اللي كل يومين منزل نفس الساعه، هذا اللي يقول اليوم عندنا بوكس ملكي VIP لاخونا الخفاجي، لازم اكيد الخفاجي لازم ما يصير ايفون 13 برو ما طلع الذهب زائد ساعه، ما يعرف ايش اسمها الساعه لان هي كوبي اكيد هو كذا بسوي هذا صابغيها، زائد ساعة ابل الجيل يخلي جيل كل مرة، هو نفسها الساعة يخلي مرة الثالث والرابع مرة الخامس، زائد ايربودز برو، لو هاي جديدة مال هذا البوكس هدية من ابو فلان الام فلان، حتى شنو النسوان يعلقن وهيك، يا اخي قرضوا راح مدينكم، روح فتحوا لكم قناة مال الانشائية وبيع سيامة، راح مدينكم اطلع برا لهيك.